بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على النبي وزيدوا النبي صلاة يا جماعة. وتعالوا ما أقول لكم دلوقتي ناس كتير بتشتري الملوخية الناشفة من السوق وتطبخها على طول. دي الملوخية الناشفة اللي انتوا شايفينها، اللي أنا بفتحها من الكيس دي جايباها من السوق، يعني لسه شايراها وبفتحها كده قدامكم. ناس كتير كده بتقوم جايبة كده كيس الملوخية الناشفة من السوق، من البياعين اللي في قلب السوق، وبعد كده بتجي على البيت تقوم طبخها على طول. لا، انا عايزاكي تشوفوا الفيديو دون الاول قبل ما تكوني بتطبخوا الملوخيه الناشفه من ايد البياعين اول ما تشتريها. ما ينفعش تجيبي الملوخيه الناشفه خالص كده من السوق وتقومي طبخها على طول. لازم تعملي فيها الخطوات اللي انا هقولك عليها دلوقتي عشان تشوفي شكلها دلوقتي ايه كانت عامله ازاي، وشكلها كمان هيكون بعد ما انا هعملها معاكي هيكون شكلها عامله ازاي. شايفه بيطلع منها ايه وشكلها عامل ازاي، شايفه ان هي خشنه ازاي وبيطلع منها قش كتير وحاجات كده غريبه كتير. يعني ما ينفعش تشتريها من ايد البياعين اللي في السوق وتيجي تطبخها على طول. يلا صلوا على النبي وزيدي النبي صلاه. واللي لسه ما اشتركش في القناه تشترك وتفعل الجرس وتكتب لي تعليق كده حلو منها، وبتتابعني من اي بلد. واي سؤال اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليك على طول. يلا اوعي تنسوا تصلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه. اول حاجه كده معايا هنا الملوخيه الناشفه، انا جبتها هي من السوق، من نفس الكيس بتاع الست اللي انا جبت منها الملوخيه. هفضيها كده الاول في قلب صينيه، هي شايفين شكلها عامله ازاي قبل ما نعمل فيها الخطوات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. جبنا كده الملوخيه هي فضيناها كده في قلب صينيه هي، وشايفه شكلها عامله ازاي زي ما قلت لك كلها كده مليانه قش وخشنه خالص هي. يعني ما ينفعش نطبخها كده على طول خالص. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه كده يا جماعه. وتعالي يلا نشوف بعد كده هنعملها ازاي. اهي انت اما تشوفي في اخر الفيديو كده شكلها وطالع منها ايه هتقولي ايه اللي انا كنت بعمله في نفسي دول، وباكل نفسي ايه ملوخيه ناشفه وبضحك على نفسي وقلت هي ملوخيه. دلوقتي انا خدتها في الصينيه وحطيتها في البلكونه، انا عايزاها تاخد ضربه شمس. ايوه، عايزاها تاخد ضربه شمس كده. هتفضيها في قلب صينيه كده حلوه كده، يكون حرفها عالي عشان ما تطرش منك في قلب الايه البلكونه، وتسيبيها كده تشمس تاخد تحميصه حلوه زي ما قلت لك، تاخد ضربه شمس كده بتاعه الدوريه لغايه بتاعه بعد العصر. تبقى سخنه كده في ايديكي لما تيجي تمسكيها. طب ليه كده؟ لان الحركه دي هتخليها حلوه معانا قوي واحنا بنفركها، وعشان ننعمها وننضفها مع بعض كده ويكون ايه تبقى انت في الاخر كده بتاكلي ايه ملوخيه ناشفه بمعنى اصح. وطبعا هي دي الاوقات او الشهر اللي احنا فيه اللي هو شهر 8 دول، هو ده احسن وقت ان انت تجيبي الملوخيه الناشفه وتفرزيها فيها. اللي هي الملوخيه بتاعت الذره الاخضر، بتبقى دي احلى ملوخيه ممكن تجيبيها وتفرزيها كده وتبقى عندك طول الشتاء، بتبقى جميله جدا. جبنا كده الملوخيه بعد ما حمصناها كده في قلب الشمس او ادينا لها ضربه شمس كده في البلكونه. هبدا اجيب مصفى معايا هنا المونيا وحطيتها كده تحت ايه فوقيها كده بالاستكايه، وهبدا افرك في الملوخيه معايا وهي سخنه كده معايا. طب ليه انت بتفركي فيها وانت تعملي فيها كده؟ لان زي ما قلت لك هي خشنه خالص وكلها قش، انا مش عايزه اكل قش خالص. ما ينفعش اجيب حاجه كده الا ما اعيد عليها واظبطها كده في ايديا. ما تتكلش على اي حد في حكايه الخضار بالذات، اذا كان ينضفه او يعمل في اي حاجه واكله كده على الجاهز. لازم نعيد ورا اي حد بيعمل لنا اي حاجه بناكلها. طبعا انا زي ما قلت لكم انا مش عايزه اكل قش فيها. طبعا هي شايفه شكلها بقت ناعمه ازاي، هي دي اللي انا اعرفها الملوخيه الخضراء، الملوخيه الناشفه هي دي. لكن اللي في المصفى دي مش ملوخيه ناشفه ابدا. انا مش عارفه ازاي ناس بتجيبها من السوق وتعملها كده على طول. لا، لازم تعمليها زي ما بقول لك كده، حمصيها في الشمس وبعد كده تقعدي تفركي فيها، هتنضف معاكي وهتنعم معاكي، واي قش موجود فيها طبعا هيشال منها خالص. هو انت في ناس تقول لك طب انا ممكن اضربها في الكبه. لا، ما تضربهاش في الكفه، لان هي في الكبه لان هي هيطلع منها قش زي ما انت شايفه شكلها عامله ازاي. شفت الخشانه بقى الباقي ده كله، ده انا مش عايزاه، مش عايزاه خالص اكله كده، لان هتحسي بطعمه وانت بتاكليه خالص. شايفه شكله انا بقى ما عدتش هفرك فيها لغايه كده. انا عملتها كلها هي شويه بشويه مع بعض في قلب المصفى اهون. شفتي طلع عامله ازاي؟ دي خشنه جدا وكلها قش قش قوي، بس الاضاءه هي اللي عاملاها، بس شكلها هي مش باين قوي، لكن هي كلها قش اصفر كتير وكمان خشنه معايا. انا مش عايزه اكل ملوخيه بالشكل دي مش ملوخيه خالص ان انا اكلها او احطها في بوقي او اعملها لاي ضيف يجي لي عندي. شايفه طالع منها ايه حاجات كتير جدا كلها قش والله العظيم، بس هو اللي مش باين في النور بتاع الكاميرا. تعالي بقى ما نشوف بعد ما احنا عملناها. شوف الله يا سيدي يا سيدي، شايفه هي دي الملوخيه بقى. شايفه شكلها عامل ازاي؟ ناعمه ونضيفه وجميله، وهي نيه كده شكلها يفتح النفس اهون.
شايفه شكلها بقى حلو ازاي ونضيفه ازاي، وبقت ناعمه معايا، ولا كبه ولا الكلام ده، ومفيش فيها اي قش ولا اي حاجه خالص. ما ينفعش تجيبي الملوخيه الناشفه من السوق وتطبخيها كده على طول، بيبقى كلها قش. شايفه شكلها، شايفه الفرق عامل ازاي. طيب صلوا على النبي، يزيد النبي صلاه. طب احنا دلوقتي عايزين نحفظها، ازاي نحفظها؟ هتجيبي كيس ابيض من بتاع التلاجة، ما تجيبيش نفس الكيس اللي انت جايباه منها البياعه، وتبقي حاطاه في ايه وتقسميها بقى في الاكياس. انا قسمتها على كيسين. طبعا احفظها ازاي؟ اوعي تسيبي الملوخيه الناشفه دي بره باب التلاجة. ايوه، ما تسيبهاش بره باب التلاجة، لان الملوخيه يا جماعه بتدود. ايوه بتدود، صدقيني والله بتدود وبتسوس كمان، وانت اللي ما بتاخديش بالك خالص. هتحفظيها في باب التلاجة، هتفضل عندك سنه كامله، ولا هتسوس ولا هتدود ولا هيجرى لها اي حاجه. في كيس ابيض من بتاع التلاجة كده هون، وتقومي تحفظيها في باب التلاجة، تفضل عندك. كل ما تعوزي تطلعي تاخدي وتربطي الكيس وترجعي تاني، ما تسيبهاش بره التلاجة. يلا اللي لسه ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس وتكتب لي تعليق كده حلو منك، وان شاء الله انا هعملها لك في طبخه كده في فيديو معين لوحده كده، وتشوفي طريقه الملوخيه الناشفه على طريقه المنصوره وطريقه امهاتنا بطريقه حلوه جدا وطعمها في منتهى الجمال. اتمنى ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتصلوا على النبي وزيدوا النبي كمان صلاه. اوعي تجيبي الملوخيه الناشفه يا اختي من السوق على طول وتطبخيها، لا، اعمليها زي ما انا بقول لك كده، حمصيها وبعد كده ايه، افركيها في ايديك في مصفى، تطلع معاكي نظيفه في منتهى الجمال. لازم تاكلي كل حاجه حلوه وبين ايديكي جميله يا ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.